تخيل معايا أشهر اليوتيوبرز اللي بتحبهم فجأة يلاقوا نفسهم في المحكمة. واحد اتقبض عليه عشان كان طاير بالعربية في منطقة مدارس، والتاني متمنع يدخل نص الكرة الأرضية. والنهاردة هفجركم بحكايات مجنونة وهتشوفوا ازاي القانون كان ممكن يوقعهم في مصايب كبيرة جدا. يلا بينا. في ديسمبر 2022 مستر بيست نزل فيديو جاب أكتر من 1.4 مليار مشاهدة. الفكرة كانت مجنونة، لو اديتك $300 تسافر باريس وتجيب لي حاجة والتذكرة عليا. الراجل وافق وسافر، وفي الآخر راح صور برج إيفل بالليل. ولكن هنا المشكلة، اللقطة دي غير قانونية في فرنسا. ليه؟ عشان عندهم قانون غريب اسمه حقوق النشر البانورامية. معظم دول العالم بتسمح لك تصور أي مبنى عام، بس فرنسا بتقول لأ، البرج نفسه حقوقه انتهت سنة 1993، بس الأنوار اللي ركبوا سنة 1985 لسه محمية. يعني كمجرد سائح عادي مفيش مشكلة، لكن كيوتيوبر بيكسب فلوس من الفيديو كده كاسر القانون. العقوبة ممكن توصل ل300,000 يورو غرامة وسجن 3 سنين، ولكن غالباً مش هيحصل غير إنهم يطلبوا منه يشيل الفيديو. تخيلوا لقطة برج إيفل بالليل ممكن توديك السجن. نخش على سبيد. الراجل عامل جولة عالمية عشوائية. في تايلاند خبط توك توك، في اليونان دخل ملاكمة شوارع، وفي كوريا الجنوبية اتزنق مع كلب. لكن المفاجأة، المصيبة ما ابتدتش في أي بلد من دول، بدأت في نيوزيلندا. القانون هناك بيقول معاك فيزا سياحة إيكوال تتفسح بس مش تشتغل، وسبيد كان بيعمل بث مباشر وبيكسب فلوس. الحكومة بدأت تحقق معاه، ولو اتثبت عليه ممكن يتغرم $3000 ويتمنع من دخول البلد خالص. المصيبة الأكبر إن باقي الدول ممكن تقلد القرار. سبيد لحد دلوقتي سافر أكتر من 17 بلد في أوروبا و6 في آسيا، ولو واحدة بس منعته ممكن نص العالم يتقفل في وشه. سنة 2017 جيسي من مجموعة نيلكت قرر يعمل مقلب في كندا، يدخل محل باس بروسوب ويصطاد من حوض السمك جوه. تخيل واحد داخل المحل ومعاه صنارة. الموظفين وقفوه والأمن قال له يطلع، بس هو وأصحابه قعدوا يزنوا ويضحكوا كأنهم في فيلم كوميدي. القانون الكندي واضح، لو اتقالك امشي من ملكية خاصة ورفضت تبقى بتعمل تعدي على ملكية. الغرامة توصل $5000 كندي وسجن 6 شهور. وكمان لو تسبب في أي خطر للناس جوه المحل أو بره ممكن تتحول التهمة لإزعاج عام. ماركس براونلي أكبر يوتيوبر تقني صور فيديو جوه لامبورجيني وظهر وهو سايق بسرعة 96 ميل في الساعة، والسرعة المسموح بيها كانت 35 بس، يعني متجاوز 61 ميل. القانون في نيوجيرسي بيعتبر السرعة دي قيادة متهورة، والعقوبة من 60 يوم سجن وغرامة $200 لحد 3 شهور سجن و$500 لو متكرر. وده غير النقاط على الرخصة اللي ممكن توقفها خالص. ماركس اعتذر على طول وقال إنه غلطة، لكن السؤال، لو واحد عادي عمل كده كان هيتسامحوا معاه؟ في الجيم الخاص برادلي كان بيتصور لايف مع رونالدو ستيبلز. فجأة رونالدو مد إيده على الكاب بتاعه وبرادلي رد بضربة عنيفة. المشهد اتقسم عليه الناس، في ناس قالوا رونالدو استفزه، وفي ناس قالوا برادلي ضخم جدا ورد فعل مبالغ فيه. القانون في كاليفورنيا بيقول مسموح تدافع عن ممتلكاتك بس بالقوة المعقولة، وهنا القبعة مش خطر يعني، فده ممكن يتسجل اعتداء. العقوبة 6 شهور سجن و$2000 غرامة. خوان جونزاليس ومقلب السماعات. خوان اشتهر بمقاطع بيقطع سماعات الطلبة ويديهم ايربودز. شكله هدية لطيفة، بس القانون شايفه تخريب ممتلكات. في ميزوري ده يعاقب ب6 شهور سجن و$1000 غرامة. الأخطر إنه في بعض المقاطع كان بيقرب المقص من رقبة الناس، وده ممكن يتسجل اعتداء من الدرجة الرابعة. عقوبته سنة سجن وغرامة $2000. How to a girl والكريبتو. في ديسمبر 2024 How to a girl أطلقت عملة كريبتو اسمها هاك كوين. في ساعات قليلة قيمتها وصلت ل $491 مليون، وبعدها ب 12 ساعة
انهارت 95% وبقت 60 مليون بس. المستثمرين اتهموها إنها عملت خطة pump and dump، ترفع السعر وتبيعه وتسيب الناس تخسر. لو اتثبت دي جريمة احتيال مالي، العقوبة 20 سنة سجن وغرامة 5 مليون دولار. غالباً هتاخد حكم أقل، بس اللي عملته كسر ثقة الجمهور بشكل رهيب. جاك دوهرتي وحادث المكلارين. كان سايق عربية مكلارين ب$200,000 وفي نفس الوقت بيبص في الموبايل. الطريق كان مبلول، فقد السيطرة واتقلب. هو طلع سليم، لكن الكاميرا مان اتصاب إصابة خطيرة في دماغه. القانون في فلوريدا بيقول استخدام الموبايل أثناء السواقة زائد السرعة يساوي قيادة متهورة. العقوبة 90 يوم سجن وغرامة $500. بس بما إن في إصابة خطيرة، التهمة ممكن تتحول لجناية 5 سنين سجن وغرامة $5,000. ودي الحقيقة، الشهرة مش هتحميك من القانون، أي غلطة ممكن توديك في داهية. قولولي في الكومنتات مين في اليوتيوبرز دول شايفينه يستحق العقوبة أكتر واحد، ولو عايزين جزء تاني عن بلاوي يوتيوبرز تانيين اضربوا لايك وسبسكرايب وخليكم مستنيين.